تعالَ أورّيك أكلت إيه في إيطاليا وبالتحديد ميلان بالأسعار. أول حاجة فطرت كانولي ويا رب أكون بانطق الاسم صح، في محل اسمه كابتشينو وفي منها كذا طعم، وأنا طلبت نُص شوكولاتة ونُص فستق وكان طعمها جميل جدًا مع الكابتشينو، وكانوا الاتنين مع بعض ب4€ والمحل كان حوالي 8 دقايق من ساحة الدومو. بعدها أكلت واحدة من أحلى البيتزا اللي أكلتها في حياتي، كانت متغرقة جبن وطعم الريحان وزيت الزيتون كان باين فيها، وجمال البيتزا الإيطالي إنها رفيعة مش زي البيتزا الأمريكي، واسم المحل ميركوريو، والبيتزا هناك سعرها بيبدأ من 7€، والمطعم كان حوالي 3 دقايق من ساحة الدومو. وطبعًا ما ينفعش أكون في إيطاليا وما آكلش الباستا، لإن الباستا هناك بيكونوا عاملينها هاند ميد وطعمها مع الجبنة الإيطالي وزيت الزيتون جميلة جدًا، والمحل اسمه بيتزاريتا، والباستا هناك سعرها بيبدأ من 7€، وكانت حوالي 13 دقيقة من ساحة الدومو. بعدها ختمناها بالكالزوني، وده عبارة عن بيتزا بس مقفولة على بعضها، يعني كل المكونات بتبقى جواها، وكان طعمه مع ميكس الجبن وصلصة من فوق مخليها في حتة تانية، وكان ب9€. فاكتبوا لي في الكومنتات إيه أكتر أكلة عجبتكم وعايزين تجربوها، وما تنسوش تعملوا فولو وسيف للفيديو لحاجات أكتر عن السفر وهولندا.